لحظة بس نشوف الوقت حتى نضبطه على الشاشة. أبو عمر تشوف الوقت على الشاشة ولا ما تشوفه عندي؟ أنا خليته 10 دقائق، حتى إذا أحد ياخذ كم ثانية فوق الخمس دقائق منك أو مني تنعد وتنحسب ونعرف الوقت مالتنا. تمام؟ أكثر من روايتين، أكثر من أطروحتين ما أرد ب10 دقائق تسرد 500 شغلة، ما أرد غير على 2 منهم. لا مو 10، 5 وأنا دقائق. المداخلات 5 ب5، المداخلات 5 ب5، بس أنا خليته 10 لعله دقيقة دقيقتين نصعد حتى هو يعدل حد 5 ونقول انتهى. عرفت شلون أبو عمر؟ ما في إشكال. ممنوع بكل مداخلة أكثر من روايتين أو رواية واحدة أو قولين أو إلى آخره. 5 دقائق بيطرح الواحد 500 شغلة، كيف بده يرد عليهم ب5 دقائق ويرد يألزم؟ ما يمشي الحال. الموضوع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو عمر 7 مداخلات، 7 عم نصلي على مداخلات. النبي، عم أبو نصلي عمر على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى تبدأ يخلص. ما عندي مشكلة، حتى تبدأ ما عندي مشكلة، بس حتى نعرف العالم. 7 مداخلات أبو عمر، كل مداخلة 5 دقائق. العنوان في التحريف أي مقاطعة من قبلك أو من قبلي فهذا انسحاب من المناظرة. أي إشكال عندك السجله في وقتك تسأله، وكذلك أني أي إشكال عندي في وقتي أسجله. تمام أبو عمر؟ توكل على الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. امتى راح تشغل توقيت؟ اشتغل عندك، اشتغل فوق شوفه. أنا مو شايف. وقفة شو ايه. دقيقة خلي أسوي لك إياه على أسود حتى تقدر تشوفه. دقيقة واحدة ما عندي مشكلة. الآن أخليك تقدر تشوف التوقيت، بس لحظة واحدة. الآن على لو 5 الأسود صار مداخلات تقدر. كل مداخلة 10 دقائق أفضل. لا 10 دقائق هواي أبو عمر. 5 دقائق 5 دقائق. 10 شنو أبو عمر؟ هاي خطبة، هاي مو حوار. 5 دقائق أصلا هواي. أو 7 تريد أخلي دقائق. لك الوقت 5 دقائق بالضبط؟ 5 دقائق ما عندي مشكلة. خلص يلا 5 دقائق. 5 دقائق يلا. هو 5 دقائق يلا. بس أنا دقيقة. تريد أسوي لك أنا 10 حتى خاف واحد ياخذ زيادة ما يغبن الثاني يعرف ايش قد أخذ وقت زيادة. تمام؟ نعم. تمام. طيب الآن هذا الوقت تفضل توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة بيني وبين أبو حسن في تحريف القرآن الكريم. من القائل بتحريف القرآن الكريم؟ الإمامية الاثنى عشرية، الجعفرية، الرافضة، أم أهل السنة والجماعة؟ سأنقل له قولين لأحد علمائه يقولون بالتحريف والنقص. نعم، هذا كتاب اسمه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، الجزء 12، الصفحة 525. يقول: حديث عن أبي عبد الله عليه السلام عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. نقطة، انتهى الحديث. يقول محمد باقر المجلسي عن هذا الحديث موثق، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة
صريحة في نقص القرآن وتغييره. الآن سجل عندك، جاوبني على هذه الرواية، كيف القرآن نزل به الله جبريل عن طريق الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. جاوبنا كيف نزل 17,000 آية. ثم جاوبني على محمد باقر المجلسي عندما قال فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. أعطيك عالم تاني أريدك أن تجيبني عليه. سجل عندك، سجل عندك المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 36، وطبعت هذه كمقدمة لتفسير البرهان للبحراني. أبو الحسن العاملي شيخ من مشايخ الطائفة الشيعية ماذا يقول؟ يقول اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الكريم الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. ثم قال بعدها وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى على ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام، وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه. جاوبني على رواية أبو عبد الله 17,000 آية، وجاوبني على قول محمد باقر المجلسي ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره. وجاوبني على أبو الحسن العامل الذي قال وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات وأن القرآن المحفوظ عند المهدي. تفضل. طيب، يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أبو عمر أخذ 5 دقائق إخواني. هو بدأ، ستكون الختامية في المناظرة ب7 مداخلات لي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم واهلكه يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. حياكم الله وبياكم كل الأخوة المتابعين الموجودين. إخواني، أبو عمر طرح إشكاليا. طبعا نحن كشيعة إمامية نعتقد بالتحريف المعنى، بتحريف المعنى لا بالزيادة والنقصان. أما ما جاء ونقله من كتاب مرآة العقول للعلامة المجلسي، يعني أرد على هذه الشبهة إن شاء الله وأبينها لكم جميعا إخواني. ولكن أولا ما جاء فيه في مشكاة الأنوار، هل قال زيادة ونقصان أم تغييرات؟ نعم، نحن نعتقد بالتغييرات بالمعنى في القرآن. نعتقد بأن هنالك تحريف بالمعنى، أي مثلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن نقول في أهل البيت، وأنتم تقولون بأن هنالك زين من هم غير أهل البيت، الحكام مثلا، بل يزيد من أولي الأمر مثلا عبد الملك بن مروان. وهذا تحريف للمعنى، لمعنى الآية لا في الآية عزيزي. هذا بالنسبة إلى ما قاله أبو عمر في هذه المسألة. الآن إخواني، أنا أريد أسأل أبو عمر ثم أرد على ما طرحه في مرآة العقول. هل أبو عمر يعتقد بأن المجلسي العلامة محمد باقر المجلسي رضوان الله عليه يعتقد بالتحريف أم لا؟ هذا السؤال سجله عندك. زين أبو عمر، هل المجلسي يعتقد بالتحريف أم لا؟ هذا واحد. 2 إخوان، المسألة الأخرى بينا بأنه نعم هنالك تغيير في القرآن بمعناه عندنا نحن، وسنبين هذا إن شاء الله في المداخلات القادمة ونتبين جميعا. الآن أبو عمر، أنا أريد أسألك سؤال يا أبو عمر. سؤالي لك هو: ما حكم من يعتقد بتحريف القرآن عند أهل السنة؟
وبالمصدر. إن قلت مثلا يكفروه تقول لي قال العالم الفلاني إنه كافر، أو لم يكفر فتقول قال العالم الفلاني بأنه لا يكفر. ما حكم، انتبهوا اخوان سؤالي لابو عمر، ثم ماذا؟ ثم انه اريد من عنده ان يبين لي هل ابو عمر يقول باعتقاد المجلسي بالتحريف ام انه يريد الرد على هذه الروايه حتى نردها بما قطعه من قول المجلسي ان شاء الله. تمام اخواني؟ ابو عمر والدقيقه الاخيره هذه لك، ما عندي مشكله فيها، تفضل ابو عمر. اذا اجابه ما في، اذا اجابه ما في يا ناس، ما في اجابه ولا جاوب على أي شيء، لا رواية 17,000 آية ولا قول أبو الحسن العاملي ولا رد على المجلسي. لك ما جاوب على شيء. لك شفتوا يا ناس؟ فقط قال تغييرات المعنى، أي ما قال بالمعنى. أينما قرأته أنا بمعنى. قال الحر العاملي أبو الحسن العاملي قال اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد حصل فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات. ما قال معنى، قال وأسقط الذين جمعوه، يقصد الصحابة بعده بعد النبي، كثيرا من الكلمات والآيات، كثيرا من الكلمات والآيات. رد على أبو الحسن العاملي الذي قال بأن القرآن الذي بين أيدينا ساقط منه كلمات وآيات. رد على أبو الحسن العاملي الذي قال أن القرآن الذي بين أيدينا ساقط منه كلمات وآيات، وأن القرآن المحفوظ لما جمعه الموافق لما جمعه علي بن أبي طالب ثم أعطاه إلى الحسن ثم انتهى إلى المهدي فهو عند المهدي عجل الله فرجه. رد. تقول لي تغييرات معنا وتقول لي رديت؟ ما يمشي الحال يا أبو حسن. اثنين، قلت بالمجلس، طبعا راح ارجع للمجلسي، طبعا راح اقول لك انا ما حكم من قال بتحريف القرآن غير مؤمن خارج عن دين الإسلام، ومن قال بالتحريف ومن قال بذلك ابن تيمية استطيع ان اخرج لك. اثنين، وعلماءك من قالوا بذلك استطيع ان اخرج لك. قلت هل جمع القرآن في عهد النبي؟ الجواب لا. عندك بينة؟ اخرج البينة من كتبك اقبل، من كتبك أقبل أن النبي جمع القرآن وكتبه بين دفتين، أقبل من كتبك بسند صحيح. إذن أبو الحسن العاملي قال وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. ما حكمك على هذا الرجل الذي قال بأن القرآن ساقط منه كلمات وآيات؟ اثنين، المجلسي عندما ذكر رواية نزل جبريل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. لك ما جاوبتنا، لك ما سمعنا منك لا حس ولا أنس. قال بعدها فالخبر صحيح أن القرآن نزل 17,000 آية. قال ولا يخفى عندي، شوفوا، ولا يخفى عندي أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وغيره. أرجع إليك، خذ 15,000 مليون دقيقة، جاوبني على رواية المعصوم 17,000 آية وصححها المجلسي، وجاوبني على كلام المجلس الذي قال الذي قال ولا يخفى عندي أن هذا الخبر وكثير من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره. وجاوبني على قول أبو الحسن العاملي وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. 3 نقاط ما أهرب منهم. النقطة الأولى رواية 17,000 آية، قول المجلسي صريحة في نقص القرآن وتغييره، قول أبو الحسن العاملي وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا، شوف باع
من الكلمات والآيات. تغيير المعنى هذا ليس جواب أمام الحجة العسقلاني. تفضل يا شيخ أبو حسن، لك كل الاحترام ولك كل التبجيل. تفضل جاوبني على أسئلتي الثلاثة من الرواية وقول المجلسي وقول أبو الحسن العاملي. شيروا البث وكبسوا على الشاشة. إذا طرت من هذا البث رح افتح بالبث التسعات اللي انت تمام. متابعني له. تفضل تمام. شيخ أبو حسن. طيب أبو عمر، هذا وقتك انتهى. هو بس أبو عمر، من وقتي بس، شنو حكم من يقول بتحريف القرآن؟ ابن تيمية قال. أبو عمر، شنو قال ابن تيمية عن من يقول بتحريف القرآن؟ أبو عمر من وقتي هذا. أبو عمر، شنو قال ابن قال تيمية؟ وإنما يكفر من أقامت عليه الحجة بالبينة والبرهان، أو المتواتر بالحجة يعني والبرهان المتواتر. يعني الآن الذي يعتقد بتحريف القرآن كافر أخواني. بدك سجال؟ طيب. أحاورك سجال. لا خلاص انتهت. أنا الآن أخذت الإقرار من عندك، انتهى هذا وقتي وأنا مشغل الوقت على الشاشة. أولا إخواني، أبو عمر يقول بأن ابن تيمية يقول بأن من يعتقد بتحريف القرآن فهو كافر من أقامت عليه الحجة. طيب أنا الآن أمشي على هذا المبنى وأنا أقول لك كذلك من أقامت عليه الحجة ولم يتبين له بأن القرآن غير محرف فلم يكفر، مثل ما أنت تقول. عفوا كافر، ومن لم تقم عليه الحجة فهو غير كافر. فبما تدعيه أنت، أولا سألت سؤال هل المجلسي يعتقد بالتحريف؟ ما جاوبني إخواني، هذا سؤالي كان إله. طيب راح نبين الآن من كلام المجلسي. وأبو عمر طبعا سأل سؤال، قال أريد تعطيني ولو رواية حتى لو من كتبك صحيحة أنه النبي جمع القرآن. لا، أنا راح أعطيك من البخاري بأنه النبي جمع القرآن عزيزي، من البخاري. شنو رأيك؟ ولكن أذهب إلى قول المجلسي الذي يدندن به وجالس ويبتر النصوص. أخواني، الحديث 28 من مرآة العقول يقول عن الحديث موثق، اللي هذا على الشاشة أمامكم أخواني. هذا كتاب تبيين الكافي في مرآة العقول والوافي زين أخواني، اللي هو في المرآة للعلامة المجلسي. الحديث هذا اللي يقول عنه 17,000 آية، جميل جدا. يقول والخبر موثق أخواني. الآن يقول وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم الذي قرأه بن هارون فالخبر صحيح. يقول ولا يخفى أن هذا الخبر وكثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغيير، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى إخواني، معنى، وهذا الذي أقول فيه أنا ونحن الشيعة نقول فيه معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر على أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ فإن قيل إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك، وتجويزهم زين عليهم السلام على قراءة هذه، وأن هذا القرآن متواتر معلوم، إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن هذا القرآن من أئمتنا أعطاه قرآنا أو علمه قراءة، وهذا ظاهر لمن تتبع الأخبار. ولا عمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر، هذا الخبر الذي قاعد ينقله إخواني. ثم ماذا يقول إخوان؟ ثم ماذا يقول؟ إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية، أو كانت التجزية بالآيات أكثر، وفي خبر لم يكن إن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش لا على سبيل التفسير، على سبيل التفسير. فهو نقض القول. طبعا لو أكمل الكلام أنا، الكلام يعني جميل جدا، ولكن حتى نختصر فبينا العلامة المجلسي وما قاله في هذا القول. الآن إخواني هذا كتاب البخاري اللي أمامكم على الشاشة إخواني جميعا. أنا يعني عارضة زين، الآن راح أعرض عليكم ذاك الكتاب، للأسف ما عرضناه حتى نبين ما قاله العلامة المجلسي، لا بأس به. إخواني هذا صحيح البخاري، طبعا دار السلام للنشر والتوزيع على الرياض إخواني، حديث رقم 3810 بسنده باعتبار صحيح المتن والسند عن أنس خادم النبي مولى النبي زيد بن مالك، يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4
كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي على عهد النبي. إخوان يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري، فيقول: أريد رواية واحدة تقول. إذن عندهم أن أبو بكر وعمر جاءوا بقرآن غير قرآن الذي جمعه النبي، فيكون السنة يقرون، وأول من أقر بتحريف القرآن أبي بكر وعمر. إخواني، الآن هذه المسألة بالنسبة إلى هذا الأمر نذهب إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن إخواني للسيوطي، تحقيق أحمد بن علي، دار الحديث القاهرة. إخواني انظروا هذا الحديث ماذا يقول في الجزء الثاني الصفحة 570. يقول إخوان، يقول الثالث: قال أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة قال: سألت عائشة عن لحن القرآن، عن قوله تعالى: إن هذان لساحران، طه 63، وعن قوله تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، النساء 162، وعن قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، المائدة 69. قالت: يا ابن أخي هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب، هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إذن عائشة تسقط 3 آيات من القرآن وتقول: هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. أخواني الآن الوقت آني عندي انتهى، وأخذت دقيقة أبو عمر و5 ثواني. تفضل، لك 6 دقائق و5 ثواني يا أبو عمر، وسأجيب إن شاء الله في المداخلات الأخرى عن ابن تيمية. ليش ما جاوبت على رواية 17,000 آية؟ أتكلم له في وقتي. ليش ما جاوبت على أبو الحسن العاملي الذي قال: وأسقط الذين جمعوه؟ إخوان لا، هذا الكلام اللي قريته شنو أني؟ أنت رديت بس على قول المجلسي. لسه في عندك 17,000 آية، وفي عندك قول أبو الحسن الحر العاملي. تفضل خذ وقت وجاوب على أبو الحسن الحر العاملي أبو الحسن العاملي، وجاوبني على رواية 17,000 أبو عمر كمل آية. وقتك، مداخلتك والله العظيم ما عندي مشكلة. ما شفت، ما بكمل، ما أكمل، ما في. أنت إذا ما تسمعني شنو قلت وكنت مشغول وقايم رايح مو ذنبي. ليكو مسجل. طيب هذه تحسب علي الآن، المتابعين يشوفون أنا جاوبت ولا ما جاوبت. لا المداخلة الثانية الثالثة بدك ترد تجاوب. تفضل خذ 10 دقائق وجاوب على 17,000 آية، وعلى أبو الحسن العاملي الذي قال: وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. تفضل معك. يعني تتنازل عن وقتك أبو عمر، هذه مداخلتك نعم. الثالثة تروح. نعم. مداخلتك الثالثة تروح هذه يا أبو عمر. أنا الآن أخذ 5 دقائق. معلش بس يلا جميل جدا إخوان. أولا شوفوا إخواني، أبو عمر خلينا نعيد الوقت إخوان. أبو عمر تنازل، هذه المداخلة الثالثة من ال7 مداخلات إخواني. الآن أبو عمر يقول إنك لم تجب، مع أنه أنا جاوبت أمامكم جميعا إخواني وقلت زين بأن المجلسي قال. انظروا ماذا قال: ولعمري كيف يجترئون على، هذا ما قرأناه الآن إخواني في تبيين الكافي في مرآة العقول والوافي. إخوان لعل أبو عمر حتى أنا أطلع لك الكتاب حتى ما قاعد أتكلم. يقول: ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار، مثل ما قيل في هذا الخبر. اللي يا خبر هو يتكلم عنه، عن هذا الخبر هو إخواني، هذا الخبر اللي 17,000 آية، 17,000 آية إخواني، هذا اللي أنا قاعد أتكلم عنه، اللي يقول عنه موثق. ثم يأتي ويقول زين: ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار، مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية، أو كانت التجزية بالآيات أكثر. وفي خبر من لم يكن إن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش. يعني هذا تفسير أخوان، تأويل وتفسير. زين هذا التفسير والله تعالى أعلم إخواني، واضح؟ هذا قلنا ما قاله هو ينقض القول، يقول في هذا الخبر ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار، مثل ما قيل في هذا الخبر طبعا، وينقض أقوال الآن سنأتيها أخواني جميعا. أما قلنا ما قاله عن
السيد أبو الحسن العاملي، فيقع عليه حكم أنه لعله لم يدركه أو لم يكن متعمدا فيما قال. وأما ما قاله فالأخبار قال المجلسي أيضا كما بينا لكم بالمعنى، هذا الذي قرأناه أمامكم أحبتي، هذا الذي أمامكم، تعالوا شوفوا. يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى لا لفظا. إخواني لا لفظا، لم يقل لفظا، فالأخبار ما تواترت عن أتباع أئمتنا فهذا يعد في هذا الأمر. إخواني الآن هو قال لي لم ترد وأنا رديت وقلت جميعا الآن أمام الجميع. أبو عمر قال بأن ابن تيمية لا رد على أبو الحسن العاملي. كفر. أصبر رد، أعطيتك مداخلتي مشان ترد. رد على أبو الحسن العاملي. أنا جاوبتك أبو عمر، لا تقاطع. جاوب على أبو الحسن العاملي. لا تقاطع أبو عمر، هذا وقتي، لا تقاطع. هذا راح أمشيك إياه هالمرة راح أمشيك إياه، المرة الثانية تنهي المناظرة أبو عمر. لا تقاطع أبو عمر، انطيتني الوقت، لا تقاطع. 5 دقائق أكملها، مداخلتي الثالثة في وقتك. قول أبو حسن لم يجب، لم يرد، لم كذا. أنا بينت لك أنه الآن أنه هذه الأخبار ركيكة لا نأخذ بها، واضح. وما قاله أبو الحسن العاملي بأن هنالك في الكلمات، وهنالك قلنا بين العلامة المجلسي بين هذا القول بأن عندنا أنه التفسير والتأويل. والآن إخواني قبل أن أذهب إلى ما قال، وشوفوا هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. إخوان أبو عمر قال بأنه كافر، يقول من قال بتحريف القرآن كافر. وين قال كافر؟ إذن أول كافر أبي بن كعب، وأول كافر عائشة، وأول كافر مجموعة من الصحابة. الآن سوف نثبت هذا إخوان. مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء 12 كتاب القرآن كلام الله حقيقة. إخواني هذا المجلد 12 إخوان، طبعة الرياض السعودية إخوان، في الصفحة 492 إخواني. يقول أيضا فإن السلف أخطأ كثيرا منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير وليس التكفير. زين بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي. لعد ليش أنتم تنكرون أن الميت يسمع نداء الحي؟ وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم في الخلافة، وإلى أن يخون وقتال بعضهم بعض ولعن بعضهم بعض وأطلاق تكفيرهم على أقوال معروفة، إلى أن يقول إخواني وكان القاضي شريح ينكر قراءة من القرآن من القراءات، يقول بل عجبت، ويقول إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه، فكان يقول بل عجبت. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة. شريح القاضي إخواني أنكر قراءة ثابتة، ثم يقول وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. ما كفروا، مع أنه شنو؟ أنكر قراءة ثابتة من القرآن وصفة دالة في الكتاب والسنة. يقول واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة، ما كفره. وبذلك وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال إنما هي أولم يتبين للذين آمنوا. وإنكار الآخر قراءة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إنما هي ووصى ربك. وبعضهم كان يحذف المعوذتين، عبد الله بن مسعود إخواني كان يحذف المعوذتين زين من القرآن ويقول ليستا من القرآن. وبعضهم كان يحذف المعوذتين من القرآن، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر. ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عنهم بذلك لم يكفروا؟ ما يقول كفار رغم أنهم مصرين ثابتين على أقوالهم، يقول لم يكفروا. تفضل أبو عمر، تفضل لك 6 دقائق، أنا غدا 6 دقائق، تفضل. عفوا 5 عدل، نعم تفضل. قال ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا. أكمل
أكمل. قال وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. الله أكبر. إذن هؤلاء ما كفروا لأنهم ما نقل لهم الحجة بالنقل المتواتر، مثل ابن مسعود أنه عندما قال بالمعوذتين لم ينقل له بالحجة بالنقل المتواتر أنهم سمعوا أن النبي قال بأنها من القرآن. عم تقاطع؟ عم تتكلم ما سمعانك أنا. إذا ماذا؟ إذا ما كفرهم لأنه ما نقل الحجة بالنقل المتواتر. وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر كالمجلس الذي قال وعندي أن هذا الخبر وكثير من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي شوف أن الأخبار في هذا الباب أخبار نقص القرآن متواترة معنى ليس بالمعاني، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار بنقص القرآن أي في نقص القرآن في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ أخبار النقص مثلها مثل أخبار الإمامة لا نستطيع أن ننفيها لأنها جاءت مثلها مثل أخبار الإمامة. فإن قيل لمن؟ قيل له إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن. ما بصير نقرأ القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك. كل آية محرفة نحن لازم ما نقرأ القرآن. وتجويزهم أن الأئمة عليهم السلام على قراءة هذا القرآن والعمل به متواتر معلوم كيف هو محرف وكيف ناقص، والأئمة قالوا لنا اقرأوه. قال إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرآنا أو علمه قراءة. الله أكبر. مات الأئمة ولم يعطوا أصحابهم لا قرآن ولا علموهم قراءة، فأخذ الشيعة برواية حفص. قال وهذا ظاهر لمن تتبع الأخبار. ولعمري هلا عم يتكلم عليهم للي قالوا إنه هذه الآيات عبارة عن من؟ عبارة قال ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة. يجاوب ويرد على من قال بأن هذه الآيات هي عبارة عن آيات زائدة وأخبار قدسية. قال ولعمري كيف يجترئون ويقولون بأنها كذلك على التكلفات الركيكة. يخرب بيتهم في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر أنها هذه أن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية. ينفي هو أنهم قالوا بأنها أخبار قدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر. وفي خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش أسماء الأئمة على سبيل التفسير. ينفي ذلك. لماذا ينفي ذلك؟ لأنه هو أيضا يعترف هو أيضا في كتاب آخر. شوفوا يا ناس، يعترف في كتاب مرآة العقول نفسه. شوفوا يا ناس بنقص القرآن مرآة العقول جزء 3 صفحة يقول فلعل آية التطهير أيضا وضعوها الصحابة في موضع زعموا أنها تناسبه أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية. يتهم الصحابة بتحريف القرآن وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن، فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان. النظم وترتيب القرآن باطل عند الباقر المجلسي. قال ولو سلم عدم التغيير في الترتيب. محمد باقر المجلسي عم يقول رح أسلم لكم إنه القرآن ما في تغيير في ترتيبه، فنقول شوف فنقول سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة. فنقول سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة، فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت
لم يفتر ربط الظاهري بينهما، وقد وقع في سورة الأحزاب بعينها ما يشبه هذا. أعيد، قال سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة. تفضل جاوبني على محمد باقر المجلسي الذي قال بأن القرآن ساقط منه آيات كثيرة، وجاوبني على أبو الحسن الحر العاملي، أبو الحسن العاملي الذي قال وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. وجاوبني رجاء على 17,000 آية. لا تبدي الجواب. أبو حسن خذ 20 ثانية. لا ماكو 20 ولا بدأ. اكو نظام، اكو اتفاق، اكو هذه مداخلتك الرابعه انتهت. ثلاثة بدك تجاوبني عليهم. تفضل. زين، اسمع الان اخوان، اسمع الان، هذا وقتي ابو عمر، ممنوع تتداخل. هذه ذيك المداخله قاطعتني، هاي المداخله ما تقاطعني يا ابو عمر. كم مداخله بقيان؟ ما راح ادعي. كم مداخله؟ بقى 3 لك، بقى 3. تفضل جاوبني على 3 اطروحات. يلا. نعم، وانا راح اجاوب هذه ويبقى لي 3 مع هذه 4. طيب يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم يا كريم. طبعا اخواني، اول مسألة اريد اقول لكم اياها، ابو عمر ما قرأ ما قال عن الصحابة الذين اخطأوا في حروف القرآن ويقول وهذا خطأ معلوم بالاجماع والنقل المتواتر، ثم يقول زين وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. نعم، قالت عليهم الحجة بالنقل المتواتر، لأن يقول هذه أخبار بالتواتر. هذه زين، هذه أنكر بعضهم بعض على بعض، يعني كان واحد يرد على الثاني. وكان أبي شريح القاضي يقول فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال زين إنما شريح قاضي، أو إنما شريح شاعر يعجبه علمه، وكان عبد الله أفقه منه. يعني أقامت عليه حجة عبد الله ابن مسعود إخواني، وعبد الله بن مسعود نفسه كان. أبو عمر لم يجبنا عن عائشة تنفي 3 آيات من القرآن بسند صحيح في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وهي تقول هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. اخواني الان المتابع اللي راح يشوف الان هذا الكلام راح يقول شنو؟ طيب اخواني، انا كلام المجلسي نقلته وبينت انه المجلسي يقول هذه الاخبار ركيكه، وهذه ما نعتمدها، وهذه ما نعتقد بها نهائيا. طيب اكو مثل هذا القول؟ طيب تعالوا اخوان بسند صحيح، اخواني بسند صحيح، الان اخرج لكم اياه على الشاشه. زين، الان اخرج لكم اياه على الشاشه اخواني. تعالوا وياي يا اخوان، خلونا نشوف اخوان ما قاله ابن عمر. اخوان هذا ابن عمر اخواني، هذا كتاب خليه نغير الشاشة وبعدين نرجع للمصدر الاخر. اخوان هذا كتاب اخواني، هذا كتاب الاتقان في علوم القرآن اخوان، في علوم القرآن للسيوطي ايضا، في الجزء الثالث من هذا الكتاب اخواني، طبعا دار الحديث القاهرة اخوان، يقول قال ابو عبيد، الصفحة 64 من الجزء الثالث اخوان، الصفحة 64 من الجزء الثالث، يقول قال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا اسناد صحيح عندي في كتاب آخر مع تحقيق ويحقق الكتاب ويقول عنه إسناده صحيح إخواني. قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. يطالبني بصحة سند الرواية وأمام الجميع على الشاشة أخرجها، لأن الرواية صحيحة السند إخواني، صحيحة السند. هذا الأمر الأول إخواني، بأن ابن عمر يعتقد بأن القرآن ذهب منه قرآن كثير، لا يقول أحدكم قد أخذت القرآن وما يدريه ما كله. طيب الآن إخواني أريد أروح وياكم إلى إخوان إلى كتاب إخوان، هذا كتاب فيض الباري إخواني، فيض الباري، أنقل لكم إياه على الشاشة، ولا أبو عمر، هذا كتاب فيض الباري إخوان، كتاب فيض الباري على صحيح البخاري إخوان، اللي أمامكم، هذا الكتاب اللي أمامكم على الشاشة طبعا إخوان. في هذا الكتاب تعالوا خلينا نشوف، في هذا الكتاب نكبره ونجيبه على الشاشة، فيض الباري على صحيح البخاري، فلننظر ماذا يقول.
طبعا اخواني اجاني تحذير اني للاسف الشديد ما تكبسون وقاعد يبلغون الاخوان. اخواني في هذا الكتاب ماذا يقول اخواني؟ في هذا الكتاب طبعا الجزء الرابع اخوان الصفحة 98. الان هذا الكتاب اللي امامكم اخواني على الشاشة، خلي نقرأ ماذا قال اخوان. تعالوا سوية خلي نقرأ سوية. على اليوتيوب موجودة الوثيقة اخوان، وموجودة ايضا على التيك توك، هاي امامكم. ماذا يقول اخوان؟ ماذا يقول؟ يقول وقوله وقال ابن عباس إلى آخره. واعلم أن في التحريف 3 مذاهب. ذهب جماعة إلى أن التحريف فيه الكتب، طبعا للكشميري من علماء السلفية، في الكتب السماوية قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى جميعا. الكتب السماوية يعني اللي منهن القرآن، قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى، وهو الذي مال إليه ابن حزم. وذهب جماعة إلى أن التحريف قليل، ولعل الحافظ ابن تيمية جنح إليه. ابن تيمية همين يقر بالتحريف، ولهذا لم يكفر إخواني من أقر بالتحريف. فيقول ماذا؟ يقول وذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظي رأسا، فالتحريف عندهم كله معنوي. قلت الآن الكشميري ماذا يقول؟ قلت يلزم على هذا المذهب إخواني، يلزم على هذا المذهب. يقول انظروا أن يكون القرآن أيضا محرفا، فإن التحريف المعنوي غير قليل فيه أيضا. والذي تحقق عندي أن التحريف فيه لفظي أيضا. طيب الآن إخواني أمامكم جميعا إخوان، الآن هذا علماء أهل السنة يقولون بالتحريف. زين، قلنا ابن عمر وعائشة، والآن الكشميري يقول بأن ابن حزم وابن تيمية أيضا جنحوا، وهو يقول أيضا والذي تحقق عندي أن التحريف وقع فيه لفظا أيضا، يعني معنى ولفظا يعتقدون أحبتي. زين، لفظا ومعنى. طيب الآن كم وقت بقالي؟ أنا انتهى وقتي بالضبط الآن. تفضل أبو عمر. قد ايه أخذت؟ 5 دقائق عزيزي. كيف 5 دقائق؟ كيف أخذ 7 دقائق أخذت؟ العشرة هي. لا عزيزي 7 دقائق يعني. طيب أخذ 6 دقائق. نعم 6 دقائق. 7 أخذت 7. لا عزيزي 4 دقائق انتهى. 4 دقائق بالضبط انتهى عزيزي. نزل عن ال5 دقيقتين، آخر شيء 3 ثانيتين. هاي ثانيتين. يلا أخذ 6 دقائق وثانيتين. تفضل أخذ 7. يلا توكل. طبعا ابن تيمية يقول من قامت عليه الحجة. هل ابن مسعود أقيمت عليه الحجة؟ ما أقيمت عليه الحجة في بادئ الأمر، إلا أن جاء أبي بن كعب وقال له يا أبا المنذر إن ابن أخاك، أي ابن أخاك ابن مسعود أخوه بالإيمان، يقول يقول كذا وكذا، أي إن المعوذتين ليستا من القرآن. قال قلت لرسول الله، أي بمعنى قلت هل المعوذتين من القرآن؟ قال قيل لي من قبل جبريل، أي أنها من القرآن. فقلت كما قال، أي قال النبي كما قال جبريل بأنها من القرآن، فنحن نقول كما قال رسول الله. إذن ابن مسعود أقامت عليه الصحابة الحجة بأنه المعوذتين من القرآن، وكثير من الصحابة كانوا يقرؤون أقيمت عليهم الحجة من قبل الصحابة أن هذه القراءات منسوخة فرجعوا عنها. هكذا إقامة الحجة، الصحابة تقيم الحجة على بعضها البعض، لذلك أخطأوا ولم يكفروا. أما محمد باقر المجلسي يجيني بعد 10 قرون ويقول، فنقول إنه سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة. أبو حسن ما جاوب عليها أبدا. سقط من القرآن آيات كثيرة، ما يجاوب. 2. الآن قال ابن عمر، نعم ابن عمر، ونحن نقول كل أهل السنة والجماعة القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزل كله على محمد، لأن القرآن الكريم الذي أنزل على محمد أكبر من القرآن الذي بين أيدينا. أين ذهبت هذه الآيات؟ وين؟ لكن نسخت
ولك نسخت سورة الأحزاب، كانت تعادل البقرة في الطول، اعتمد عليها الطوسي والطبرسي بذلك. أين ذهبت؟ نسخت. ما ننسخ من آية أو ننسها. القرآن الذي أنزل على محمد ليس كله، إنما الموجود ما أقره الوحي أن هذا القرآن ليس بمنسوخ، هو الذي اعتمده، وهو الذي عارضه النبي كما قالت فاطمة في آخر حياته مرتين. هذا كلام ابن عمر. اثنين، أجيبك على رواياتك، أجيبك على رواياتك. رواية أم المؤمنين عائشة من حديث أبي معاوية الضرير يقول، شوفوا كيف أنا أجيب على الكاميرا أمامه. قال حدثنا أبو معاوية حدثنا عن عائشة عن لحن القرآن في قوله إن هذان لساحران، إلى أن قالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. أبو معاوية. السند الثاني شوفوا أبو معاوية وفيه ابن حميد، وهذا ابن حيان متروك. والحديث الثالث أيضا عن أبي معاوية والمقيمي الصلاة والصابئين، فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. من هو؟ أبو معاوية، تفرد هو بهذه الرواية، وهذا أبو معاوية الضرير. قال العجلي كوفي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة كان من الثقات وربما دلس، وقال النسائي ثقة، وقال ابن خراج صدوق، إلى أن قال عن ابن داود في السؤالات 347 قال أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطأه، يخطئ عن هشام بن عروة وعلي بن إسماعيل. إذن هذا من خطأ أبو معاوية، والحديث عندنا لا يصح. أما ابن عمر فصدق عندما قال أنه لا يقول أحد أن القرآن جمع كما أنزل على محمد، بل ذهب منه آيات كثيرة وهي منسوخة. الآن بعد 1000 سنة يقول عندك المجلسي ما أتركك أبدا، ما أتركك أبدا. تفضل جاوبني على المجلسي الذي قال، شوف الذي قال فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وجاوبني على المجلسي عندما قال هنا، جاوبني على المجلسي عندما قال هنا، قال فنقول سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة. وجاوبني على الحر العاملي أبو الحسن العاملي الذي قال هنا وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى على ما جمعه علي وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام، وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم عليه السلام وهو عنده صلوات الله عليه. عندي الكوليني وعندي الخراساني وعندي نعمة الله الجزائري، ما أنا أذهب أبدا. 3 رد على رواية 17,000 آية، ورد على قول المجلسي سقط منه آيات كثيرة، ورد على أبو الحسن العاملي قال وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. يا رجل رد. رواية ابن عمر رديت عليها، رواية قول ابن تيمية رديت عليه، هذا عمل الكتاب رديت عليه، كله عم رد عليه أنا. تفضل رد على محمد باقر المجلسي. انتهى وقتك. هذه مداخلتك الخامسة كانت أبو عمر، بقالك مداخلتين. طيب الآن نعيد الوقت. شفت شلون أنا لا أقاطعك ولا أتكلم في وقتك، خليك تكمل كلامك كله فرجاء بدون مقاطعة. دير بالك أبو عمر. طيب يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم يا كريم. إخواني، يقول بأن حديث عائشة ضعيف لأن عن طريق أبو معاوية الضرير، وهذا أبو معاوية يخلط وهذا من خطأه. طيب ما نفس السند موجود في البخاري، ولهذا قال المحقق وقال السيوطي بأنها صحيحة على شرط الشيخين. إخواني وين في البخاري أبو حسن موجود بنفس السند؟ نعم. أبو معاوية ضرير، أبو معاوية ينقل عن هشام، نعم ينقل عن هشام. معقولة؟ وين هذا؟ نعم في البخاري. إخواني هذا كتاب البخاري. إخوان هذا كتاب البخاري إخواني، في الحديث رقم
طبعا قبل لا أذهب إلى حديث البخاري لحظة واحدة، أريد أن تصحيح حديث ابن عمر، ويقول أنه ابن عمر قال، من قال بأنه كان يتكلم عن الناسخ والمنسوخ؟ إخواني شنو دليلك يا أبو عمر أنه كان يتكلم عن الناسخ والمنسوخ؟ بالله عليكم إخواني، هذا كتاب الإتقان اللي قلنا عنه إخوان، هذا اللي أمامكم على الشاشة. أبو عمر يقول يتكلم نعم القرآن نسخ، لا والله انطيني قول، انطيني كتاب قال العالم الفلاني بأن حديث ابن عمر هذا كان يقصد، وقل لي أنه هذا العالم كان يعلم الغيب اللي أنتم ما تعتقدون بعلم الغيب، فاطلع على قلب ابن عمر، أو اعطيني قول ابن عمر أنه بين هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو تعطيني من الذين نقلوا عن ابن عمر بأنهم قالوا هذا الكلام، زين، لأن الكلام هذا كتاب الإتقان إخوان اللي أمامكم إخوان، هذا الحديث اللي قرأناه منذ قليل، هذا قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدري ما كله فقد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. طيب الآن هذا رقم 2 إخواني، هذا رقم 2. نروح نشوف الحديث تحت يقول هذا رقم 2، شوفوا على الشاشة أمامكم إخوان، هذا رقم 2 يقول يقول أخرجه أبو عبيد، هذا رقم 2 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن بالجزء الثاني صفحة 164 برقم 699 مما ذكر رافع بما بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف وإسناده صحيح ورجاله ثقات إخواني في الصفحة 1455 يقول وإسناده صحيح ورجاله ثقات. تجي أبو عمر أنت من كيفك تقول لي يتكلم عن النسخ؟ يا نسخ هذا اللي يتكلم عنه، انطيني دليل على أنه يتكلم عن النسخ، هذا فقط بأن الحديث صحيح حتى يثبت عند العالم إن شاء الله جميعا، وهو أقر بصحة الحديث، ولكن أريد أن يقول لي أنه ابن عمر قال كنت أقصد النسخ، مو يجيني واحد من عنده يدخل بقلب ابن عمر لو يطلع على اللوح المحفوظ لو ينزل الله ابن عمر إلا ويقعد يقول له كان قصدي النسخ، ويروح يرجع بعد 1200 سنة يجينا أبو عمر 1400 سنة يقول لي هذا الكلام. إخواني سألنا أبو عمر أعطيني من كتبي أو من كتبك بسند صحيح أنه النبي جمع القرآن، ما جاوب. قلنا له أنه النبي جمع القرآن وجئنا له بالحديث الصحيح أن النبي جمع القرآن عن أنس بن مالك في صحيح البخاري الحديث اللي أخرجناه رقم 3710، ما جاوب على هذا الحديث أيضا أبو عمر. طيب الآن عائشة تقول بأن ماذا؟ بأن القرآن أخطأ، هذا الرواية ضعيفة لأن 3 روايات عن أبي معاوية، أنا ما لي علاقة ب3 روايات، أنا جئت برواية واحدة وهذا ما موجود في كتاب الإتقان على الشاشة أمامنا، ما موجودة غيرها. زين إخواني هذه الرواية اللي أمامكم على الشاشة، هذا اللي في كتاب الإتقان في علوم القرآن. زين، أما ما تقوله عن المجلسي فقد رددته، وأنت تريد توهم العالم بأنك لم ترد ولم تبين، سوف نبين آخر شيء، هذا نعوف صدمة في المداخلة الأخيرة لك بقرارات المجلسي بما قال إن شاء الله. إخواني هذا إخواني أمامكم الحديث هذا، شوفوا هذا الحديث اللي احنا نتكلم عنه إخواني، هذا الحديث اللي نتكلم عنه احنا، هذا الحديث إخواني اللي نتكلم عنه حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة إلى آخر الحديث. أنا شو علاقة تجيب لي حديث ثالث وحديث رابع؟ وين الحديث؟ وقال الحجاج بن هارون إن أخبرني الزبير إلى آخره، وين هنا الحديث الثاني والثالث والرابع؟ شو لي علاقة بي أنا أتكلم؟ يقول هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. الآن أبو معاوية إذا روى عن هشام يعني شنو به اضطراب وأنه حديثه لا يصح؟ طيب هذا صحيح البخاري إخواني، صحيح البخاري هذا اللي أمامكم إخواني، حديث رقم 130 في صحيح البخاري إخوان، 130 في صحيح البخاري. تعالوا خلينا نقرأ الحديث هذا، خلينا نقرأ هذا الحديث إخواني، رقم 130 في كتاب العلم من كتاب البخاري، صحيح البخاري عندهم يقول أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه. أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه. إذن البخاري إخواني ينقل بنفس السند ينقل البخاري إخواني ويقول حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه يعني عروة بنفس السند. فأنت على أساس تضعف الحديث والله تقول هذا أبو هشام روايته عن أبو معاوية روايته عن هشام ضعيفة. عرفوا ما في كتبكم، ما رد لي الآن عن قول الكشميري بأن القرآن محرف والتحريف وقع فيه لفظا، التحريف وقع فيه لفظا، وابن تيمية يعتقد بالتحريف مال إلى التحريف، وابن حزم يعتقد بالتحريف، والكشميري هو بنفسه يقول إنه وقع التحريف فيه لفظا. طيب عبد الله ماذا يقول أبي بن كعب بعد؟ أبي بن كعب إخواني هذا كتاب المحلى في شرحه
المجلى بالحجج والآثار المجلد السابع. خلص وقتك. طيب جميل، يلا توكل. خلص وقتك. يلا هذا الوقت، يلا عيد لك إياه، دلل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جلب لنا رواية أبو معاوية عن هشام بن عروة في صحيح البخاري. تقول الرواية: أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة. والروايات الجاء هنا ما تقول إلا بعنعنة أبو معاوية عن هشام، وهنا عنعنة هشام. يا رحمك الله يا البخاري، يا رحمك الله يا البخاري، تعرف كيف تخرج لأبي معاوية عن هشام بحدثنا، وهنا حدثنا. قال هنا: أين أعطني أن ابن عمر يقول بالنسخ. راح أعطيك أن ابن عمر يقول بالنسخ. يقول هذا الحديث الذي جلبه هو حديث صحيح، يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدري ما كله. قد ذهب منه قرآن كثير، لكن نقول قد أخذت منه ما ظهر منه. حديث صحيح. قال هو: أعطني أين ابن عمر يقول بالنسخ. شوفوا الدليل يا شباب، شوفوا قوة أهل السنة والجماعة. الحديث مبوب تحت باب ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف. الله أكبر، الله أكبر. ابن عمر يقصد بالنسخ بباب ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت. جاوبتك. الآن اتفضل أمام الجميع بمداخلتك الأخيرة، جاوبني على هذا الرجل الذي قال اسمه نعمة الله الجزائري: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن. باوع منيح، باوع منيح. كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا علماء الشيعة قد أطبقوا على صحتها، صحة الأخبار المستفيضة التي تقول بوقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، والتصديق بها. الأنوار النعمانية جزء 2 صفحة 357. جاوبني بمداخلتك على نعمة الله الجزائري الذي يقول بوقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أنك ما جاوبتني على وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وسيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة للمجلسي. وهذا عندك مشان أخيه المسائل السرورية اللي عندك من للمفيد يقول الجواب: لا شك أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله، وليس فيه شيء من كلام البشر وهو جمهور المنزل. والباقي، ليش في باقي يا مفيد؟ نعم، يعتقد بالنقص عندما قال باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. قال والباقي، شوف مما أنزله الله. إيه وين الباقي المفيد؟ قال عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شيء وهو المهدي. الآن جاوبني على نعمة الله الجزائري الذي قال بوقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، وجاوبني على المفيد الذي قال والباقي مما أنزله الله عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شيء. جاوبتك على ابن عمر وجاوبتك على قول عائشة. الآن أمام الجميع رد على نعمة الله الجزائري الذي قال بوقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها،
وجاوبني على قول المفيد قال والباقي مما أنزله الله عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شيء. ولذلك قال جعفر الصادق أما والله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا أي لوجدتمونا فيه مسميين كما سمي من كان قبلنا. جاوب على نعمة الله الجزائري يا شيخ أبو حسن المكرم، وجاوب على المفيد في المسائل السروية. تقدر تفضل كبسوا على الشاشة، شيروا الباس. بعد لك دقيقة. طيب جاوب على الكشميري وما قاله. جاوب يلا تفضل. الكشميري وينه؟ الكشميري وينه؟ وين كلام الكشميري؟ ما سمعت أنا كلام كشميري، ما سمعت والله ما يدري شنو قريت انا. واحدة أنا بعرفه الكشميري. الكشميري صوفي هندي لا دخلنا به، نحن سلفية عمي. جيب لي من أحمد بن حنبل، جيب لي من مالك، جيب لي من الصحابة، جيب لي من هي كشميري صوفي هندي. أنا ما أقبل به، لو قال كل الصوفية ما أقبل به. أنا أحاورك بالإمامية الاثنى عشرية، لا بزيدية ولا بفطحية ولا بواقفية ولا بحنكلوشية ولا خنفشارية. هلا طلع لك ترجمة الكشميري، أعطني اسمه مشان طلع لك ترجمته إنه صوفي هندي. نقطة انتهى. الآن جاوبني على نعمة الله الجزائري وجاوبني على المفيد لو تكرمت بمداخلة. خلاص انتهى وقتك أبو عمر، انتهى وقتك. 6 دقائق وربع أخذت أنت الآن. طيب الآن يلا اخواني، بقى لك مداخله واحده ابو عمر، بقى لك مداخله واحده بس زكاتك. خذ 15 دقيقه واعطيني اسم الكشميري. خذ 15 دقيقه زياده واعطيني بس اسم الكشميري على الهامش، ما دخل بالمناظره. انطيك. يلا اخوان اسمعوا، هذا الكتاب اسمه فيض الباري على صحيح البخاري، من امال الفقيه المحدث الاستاذ الكبير امام العصر الشيخ محمد انور الكشميري. اخوان الشيخ ما يعرفه اخوان، قال صوفي وما يعرف اسمه، والله كارثه قسما بالله. راح يروح هو قريب منتدى، اتحداه يجيب لي من كتاب PDF قوله، راح يروح من منتدى يجيبه ويجي. اخذت الان ابدا وقتي. ها محمد انور الكشميري، يلا روح شوف لك منتدى بسرعه من المنتديات. دور ابو حسن. خلاص بس جاوبني على المفيد وجاوبني على نعمه الله الجزائري. خلاص ما لك علاقه انت، انا اعرف شلون اجاوبك. اخواني الان شوفوا اخواني، الآن هذا الوقت مالتي بدأ. شوفوا أخوان، الآن هو قال بأنه هذا الخبر هذا ابن عمر يقول، هذا حديث ابن عمر. قد يقول أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله. أخواني هذا شوفني وين أكو باب. أخواني وين أكو باب؟ يلا وين أكو باب؟ تعال شوفني وين أكو باب. وين قاعد تقرأ أبو عمر أنت؟ وين يلا وين أكو باب؟ تعالوا أخوان خلينا نشوف شنو مكتوب. فوائد منثورة. شنو هذا اخوان؟ شنو هذا؟ وين اكو باب؟ انت تقول لي باب جاء في باب بعد قد نرجع الجزء كله اخوان، نرجع الجزء كله يعني. وينه؟ والله انا قلت لك اريد قول ابن عمر انه قال قد يقول احدكم قد اخذت القرآن كله وما يدري ما كله، قد ذاب منه قرآن كثير لم يقل ناسخه ولم يأتي على منسوخه ولم يقل في هذا. قد يقول أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. طيب شلون نأكد هذا الرواية يا أبو حسن؟ زين تعالوا خلينا نأكد الرواية يا أخوان. خلينا نشوف غير كلام بعد. نأتي إلى الصحابة الكفار عندهم المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار لأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. إخوان هذا دار ابن الجوزي القاهرة المجلد السابع. تعالوا إخوان خلينا نقرأ أخوان، خلينا نقرأ سوية. ماذا يقول صاحب هذا الكتاب؟ يقول بسنده باعتبار أنه يقول هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. أخوان رجاء لا تسوون تصويت، راح أشيل الإشراف ترى تعبت، كل ساعة ألغي التصويت. أخواني هذا الكتاب انظروا ماذا يقول أخوان. يقول هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. أقول ما يسوون تصويت، ايش بيكم عمي؟
تعلق الشاشة قاعد، ايش بيكم ما اشوف الوقت؟ بعد المناظرة ماكو اشراف بعد بالبث مالتي. طيب اخوان خلينا نقرب نشوف شنو يقول. يقول هذا اسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. لا مغمز فيه يعني شنو لا مغمز فيه اخواني؟ يعني هذا الحديث صحيح. شو يقول؟ يقول عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت إما 73 آية أو 74 آية. قال إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها. سورة الأحزاب أطول من سورة البقرة إخواني. ثم ماذا يقول إخوان؟ يقول وإن كان فيها لآية الرجم. قلت يا أبا المنذر وآية الرجم وما آية الرجم؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخ فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال علي هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. طيب الآن هذا الآن أبي كافر عندهم الذي النبي قالوا خذوا القرآن من أبي في البخاري، خذ القرآن منه، جمع القرآن على عهد النبي أبي بن كعب إخواني. الحديث اللي أخرجنا لكم إياه منذ قليل يقول آية الرجم كانت في كتاب الله وهذا سند صحيح كالشمس لا مغمز فيه. طيب بعد إخوان هاي كتب أهل السنة قاعد نقرأ إخواني. زين بعد خلينا نشوف هذا أيضا إخواني عن زيد بن ثابت وهذا إسناد جيد إخواني. زيد بن ثابت اللي جمع القرآن على عهد النبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا زنى الشيخ والشيخ فارجموهما البتة. قال عمر لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أنا أكتبها. قال شعبة كأنه كره ذلك. قال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. قال علي وهو يترحم عليه وهذا إسناد جيد. طيب الآن نأتي إلى هذا يقول وهذا حديث صحيح. حديث عائشة يقول عن عائشة أم المؤمنين قالت لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها. قال أبو محمد وهذا إسناد صحيح وكذلك رواها وحسنها الألباني في سنن ابن ماجه وقال عنه الحديث حسن إخواني. والحديث الحسن يحتج به إخوان. هذا كتاب سنن ابن ماجه علق على آثاره وحكم على أحاديث محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض إخواني. تعالوا خلينا نشوف الحديث شنو يقول إخوان. تعالوا خلينا نشوف حديث الداجن. هذا من نقلت المكتبة الأوراق راحت. طيب الحديث معروف بأنه حسن وأنه قال الألباني بأنه حديث حسن. المهم فعائشة تقول الآن إخواني قال حديث أبو معاوية عن وإذا عن لا يؤخذ به. عزيزي هو عن من قاعد ما عن أشخاص آخرين. قال عن هشام نفس السند الذي نقله. محمد أنور الكشميري يقول لي هذا صوفي هندي وانتم علماءكم كلهم هنود وكلهم من باكستان وكلهم من قزاخستان وكلهم من إيران وكلهم ليش تعدكم عالم عربي واحد؟ صحاحكم الستة كلهم من إيران ومن بلاد فارس. حتى تقول لي هذا هندي وذاك صومالي وهذا زين. ليش المتقي الهندي شنو؟ أفريقي؟ ما هم كلهم هنود وباكستانيين وإيرانيين ومن قزاخستان ومن هذا كل علماءكم هؤلاء كلهم من بلاد فارس عزيزي ومن الهند ومن الصين ومن تايوان. زين يا عزيزي الله يبارك بك يا ابو عمر تقول لي انا هندي وصوفي واتيك بترجمته. الان الكشميري قال هذا اخوان. اما ما قاله عن الشيخ المفيد اخواني بان الشيخ المفيد يعتقد بالتحريف فهذا اخواني كتاب اوائل المقالات. زين فالكلام طويل جدا يقول في التحريف الى ان يقول ولست اقطع على كون ذلك بل اميل الى عدمه وسلامه القران عنه. اخرج لكم اياه على الشاشه ونقرا. لا خلاص وراء دقيقتين. هذه آخر مداخلة لك. تفضل أبو عمر.
يلا الرد الراح. يلا أخذت 7 دقائق ونص. هذا يلا 7 دقائق ونص لك. تفضل أبو عمر، وهاي راح أعيد الوقت وتفضل. يلا. عجز أبو حسن أن يخرج من كتب أحدا من الصحابة أو أحدا من علماء أهل السنة والجماعة إلى أحد منهم قال بتحريف القرآن، فذهب إلى محمد أنور الكشميري في الكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، يقول: ومن مشايخ الصوفية الذين تعرضوا لسب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب محمد أنور شاه الكشميري الحنفي. ويقول هنا هذا الرجل في كتبه يقول: وقال الصوفية كثرهم الله، جزء 1 صفحة 100. ويسمي هذا الأنور الكشميري، يسمي الزنديق الحلولي ابن عربي بالشيخ الأكبر. أتحاججني بالصوفية؟ لك يا رجل، أتحاججني بالصوفية؟ إذن هذا الرجل صوفي ما دخلي به أنا أبدا. حاول من أهل السنة والجماعة. 2. رضي الله عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب عندما قالوا بأن آية الرجم كانت من القرآن. نعم، كانت من القرآن الكريم. فقلت أنت أن زيد بن ثابت وأبي بن كعب لأنهم قالوا أن آية الرجم إذا زنى الشيخ والشيخ فارجموهما البتة، قلت بأنهم كفار. هل تستطيع أن تكفر جعفر الصادق عندما روى سليمان الحلبي وروى عبد الله بن سنان في مرآة العقول عندك بسند صحيح صححه محمد باقر المجلسي عندما قال لأبو عبد الله بن سنان، قال: في القرآن رجم؟ قال: نعم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. هل تستطيع أن تكفر جعفر الصادق كما كفرت أبي وزيد بن ثابت؟ هل تستطيع أن تكفر؟ هو قال له: الرجم في القرآن؟ قال: نعم. جاء محمد باقر المجلسي قال: وعدت هذه الآية مما نسخ لفظها دون حكمها. أين آية الرجم التي قال بها المعصوم: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة؟ إذن بما أنك تريد أن تكفر أبي وزيد بن ثابت لأنهم قالوا بأن آية الرجم نسخت من القرآن، كفر جعفر الصادق الذي قال أيضا بأن الرجم من القرآن. بس تيجي مداخلتك بدك تقول لي: هل تكفر جعفر الصادق كما كفرت أبي وزيد بن ثابت؟ هل تستطيع؟ ما نعرف إذا تستطيع ولا ما تستطيع. ما أفلح إلى الآن قال لي هو: أين الباب؟ أين باب ابن عمر أنه قال بأن باب ما رفع من القرآن؟ كتاب فضائل القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: باب ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف، صفحة 320. نعمل هيك، شوفوا بنعمل هيك ديرجن، بيجينا أول حديث عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدري ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن يقول إلى آخر الحديث. جلبت لك الباب. الآن قلت أنت تحاول بشتى الوسائل أن تجعل من الصحابة يقولون بتحريف القرآن، فماذا ذهبت إلى آية الرجم. راح أعطيك الرجم من كتبك أمام الناس، راح نعطيك الرجم. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا الرجم 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 الرجم، وينه الرجم الرجم الرجس الرجم من كتب الشيعة. يلا جاوبني الآن على المعصوم جعفر الصادق، هذا ملاذ الأخيار. هذه أول رواية عن سليمان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إلى أن قال كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجمهما البتة بما قضيا الشهوة. تفضل الآن بس تجي مداخلتك كفر لي جعفر الصادق والحديث 43 صحيح، كفر لي جعفر الصادق. 2. وهذا في كتاب، أيضا في كتاب مرآة العقول، والله أعلم رح أطلع له. وهذا في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول علامة المجلسي 23 صفحة 267 الحديث الثالث عن عبد الله بن سنان، يعني أحاديث ليس أحادي. قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجمهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. 3 بننزل درجن. الحديث الثالث صحيح، وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها. اتفضل يا أبو، اتفضل الآن جاوبني على نعمة الله الجزائري. آخر مداخلة والمشاهد رح يشوف. الجزائري قال خلاص وقتك أبو عمر، خلاص وقتك. لا اعطيني لسه. يلا تفضل جاوب. أنا رح أعطيك آخر شغلة، رح أعيد لك إياهم رجاء منك، وخذ دقيقة 2 3 زيادة. وهي يقول نعمة الله الجزائري: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. الأنوار النعمانية جزء 2 صفحة 557. 2. جاوبني على بالمسائل السرورية للمفيد الذي قال: والباقي مما أنزله الله تعالى عند المستحفظ للشريعة المستودع لأحل الأحكام لم يضع منه شيء. ولذلك قال جعفر الصادق: أما والله لو أنزل القرآن قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسميين كما سمي من كان قبلنا. جاوبتك على كل ما قلته أنت. سامحتك بالجزائري بالمجلسي، وسامحتك بأبو الحسن الحر العاملي، وسامحتك ب 17,000 آية. جاوبني على نعمة الله الجزائري، وجاوبني على المفيد بالمسائل السروية. خلاص أخواني. أولا طبعا أخواني، الآن أبو عمر أخذ 9 دقائق. أبو عمر هذه مداخلتي الأخيرة، نختم بعد مالك مداخلة، أنت انتهى وقتك. يلا بس جاوبني على المفيد وجاوبني على خلاص أبو عمر انتهى. أولا أخواني، أبو عمر قال بأن الحديث الأول بعد الباب. خلينا نشوف الحديث الأول بعد الباب أخواني، خلونا نشوف الحديث الأول بعد الباب في كتاب الإتقان. قال مباشرة تلقون عنوان. تعالوا خلينا نشوف الحديث الأول. قال تعالوا خلينا نشوف الحديث الأول. تعالوا خلينا نشوف أخواني، تعالوا سوية. هذا كتاب الإتقان، هذا اللي أمامكم أخوان. راح تجيب لي من موقع أنت وتقرأ لي أبو عمر إيش بيك أخواني. هذا الحديث اللي أمامكم على الشاشة، لحظة. هذا الحديث اللي هو كتاب الإتقان أخواني. هذا الحديث اللي هذا أمامكم. وين أكو باب فوقه؟ الحديث الأول هذا أحاديث أكو فوقه أخوان. شوفوا أحاديث فوقه أكو. شوفوا أخوان أحاديث فوقه. وين أكو حديث؟ وين أكو الحديث الأول بعده؟ هذا بالموقع عندك عزيزي أبو عمر. هنا هذا الحديث مباشرة. شوف نجي يقول زين: عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله. هو إذا يتكلم عن الناسخ والمنسوخ بعد شكو يقول لا يقول أحدكم قد أخذت القرآن كله. أخواني أنتم مو عرب، بس الظاهر صدق العربية عندكم راحت انتهت. قاعد يقولهم لا يقول أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدري ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. لو ما نكمل هذه العبارة قد أخذت منه ما ظهر، أنا أقول لك ممكن يؤول الكلام، ولكن هنا زين ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر منه. اكو هواي من القرآن انخفى. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى أبو عمر قاعد مكيف كفر لي الصادق في نهاية الحديث عندنا اللي صحيح اللي قاعد تنقله أنت الشيخ والشيخة يقول نسخت وبقي حكمها عزيزي. لكن في الحديث اللي احنا قاعد نقراه هنا إخواني الصادق ما قال بذلك. لا تكذب أمام الناس. الصادق ما قال بذلك. هذا تعليق محمد باقر المجلسي.
لا تقاطع بقى اخوان، اخر مداخله نوجع. لا تكذب ما امام يتحمل الناس والله. لا تكذب امام الناس وتقول الصادق قال نسخت. لا يريد يهرب، محمد باقر يريد يهرب الذي اخوان، قال. يريد يهرب اخوان، صدقوني يريد يهرب. زين ثقوا بالله يريد يهرب اخوان. شوفوا يا ناس الحديث الثالث صحيح وعدت هذه الآية مما نسخت. لا تكذب، الصادق ما قال نسخت. هذا الرجل يريد يهرب الصادق ما قال لا تكذب. خلص الشهوة بما انها نسخت وبقي حكمها. ليش عم تكذب امام الناس وتقول؟ ليش عم تكذب امام الناس وتقول ان الصادق قال نسخت؟ لا يقول بانها نسخت ولا يقول بانها رفعت ولا يقول بقي حكمها. أبي بن كعب يقول اخواني بسند صحيح كالشمس لا مغمز فيه. ماذا يقول اخواني؟ يقول كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت اما 73 آية او 74 آية. قال إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها، أطول من سورة البقرة، وإن كان فيها لآية الرجم. قلت يا أبا المنذر وما آية الرجم؟ قال الشيخ والشيخة إذا زنيا أرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال إسناد صحيح، قال إسناد صحيح إخوان. زين، فهناك أنت جاوبت على نفسك في الحديث اللي أنت تقوله عن الصادق عزيزي، ثم أنكم تكفرون من تكفرون إخوان. الآن إخواني تعالوا خلي أنهي عليه نزاع القوم ونبين إخواني المسألة. هذا كتاب بحار الأنوار إخواني، صار له ساعتين يقول ويقول ويقول والعلامة ومشيت لك إياها. طيب تعالوا إخوان خلينا نشوف ماذا يقول العلامة المجلسي إخواني. العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار إخوان، تعالوا خلينا نشوفكم شلون نفى التحريف. طبعا أولا تعالوا إخوان نقرأ سوية، وعندي أقوال أخرى طبعا أقدر الآن أجيب لكم إياها. يقول فصل في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، هو يتكلم فإن قال قائل كيف تصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على حقيقته من غير زيادة ولا نقصان، وأنتم تروون عن الأئمة أنهم قرأوا وكنتم خير أئمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أئمة وسطا وقرأوا يسألونك الأنفال وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس. قيل لقد مضى الجواب عن هذا، وهو إن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها. نقرأ كتب نبين للعالم، تروح تجيب لي مواقع ومنتديات كل واحد يجي يحط بيضيف له مقولة ويضيف له كلام ويقعد يقول هذا قال كذا وهذا قال كذا. مين اللي عم يقول هيك؟ استحوا هذا مين اللي عم يقول هيك؟ قولوا طلعوا قول العلماء. هذا مين اللي عم يقول هيك؟ اخواني العلامة المجلسي يقول بصحتها، فبذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه مع إنه لا ينكر أن يأتي القراءة على وجهين منزلتين، إحداهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر، كما يعرف مخالفون عندهم على 7 أوجه. يقولون القرآن على 7 أوجه، هم مخالفون يقولون زين على 6 وجوه نزل القرآن، يقولون 7. هذا الحديث في البخاري يقول على 7. هذا قول العلامة المجلسي إخواني، وإذا يعني مبين لكم ما عندنا كل مشكلة، يعني أن القرآن نزل على 7 وجوه إخواني، على 7 شكرا إلى أوجه. تعالوا خلينا نبين لكم. شكرا إلى خلصت مداخلتك. شكرا زين. فيقول كما أن مخالفون يقولون بأن القرآن نزل على 7 أوجه، فإحنا نقول بوجهين، وجهين مو 7 مثلكم، بوجهين. أما أخواني ما بقي من ما قاله خلصت مداخلتك يا رجل. طبعا أنا أول شيء إن شاء الله راح أنقل لكم قول خلصت مداخلتك، قول العلامة الشيخ المفيد خلصت مداخلتك التعريف إن شاء الله، يعني ما هو إلا دقيقتين، وسأنقل لكم إن شاء الله قول الشيخ المفيد في التعريف وأبين. خلصت مداخلتك. في تفسير القرآن للإمام الأكبر، تفسير القرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي. إخواني نأتي إلى طبعا هنا نتيجة، أنا ما أريد أروح إلى النتيجة، أنا أريد أبدأ. طبعا
باب كامل مبوبة من 40 صفحة، باب النفي عن التحريف وما يطرحه أبو عمر والمخالفين لمدرسة أهل البيت. ماذا يقول؟ شوفوا الآن بدأ بالتهريج إخوان، يفر الكاميرا ويطلع للعالم وأنا أتكلم. أبو عمر لا تشوش، أبو عمر هذا وقتي، لا تتكلم ولا تنقل للعالم. أبو عمر لا تنقل للعالم أبو عمر شيء. أنا لما أنت تتكلم أقدر أحط كتب على الشاشة وأشوفهم وأنت تتكلم. عيب هذا أسلوب التهريج. هذه أول مناظرة زين حتى نعرف منو قاعد الناظر. رجع الكاميرا أو اغلقها في وقتي. إخواني يقول، انظروا ماذا يقول هنا. أنا طبعا مطلع على اليوتيوب والآن راح أطلع لكم إياها على التيك توك أيضا، بس أحول الفيشة مالت الجهاز. إخوان يقول: وحاصل ما تقدم أن وجود الزيادات في المصحف في مصحف علي عليه السلام. انظروا ماذا يقول إخوان زين: وإن كان صحيحا إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن ومما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زيادات ليست من القرآن ومما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يقول؟ يقول انظروا إخواني، يقول: بتبليغه إلى الأمة، فإن الالتزام بزيادة مصحفة بهذا النوع من الزيادات قول بلا دليل، مضافا إلى أنه باطل قطعا، ويدل على بطلانه جميع ما تقدم من الأدلة. ثم يقول الشبهة، هو شبهة أولى شبهة ثانية. يقول الشبهة الثانية زين أو الثالثة اللي يروها المخالفين علينا، أن الروايات المتواترة عن أهل البيت، ما قاله أبو عمر، أن الروايات المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام قد دلت على تحريف القرآن، فلا بد من القول به. هذا ما قاله أبو عمر وغيره من السلفية والوهابية. طبعا هم فئة قليلة من أهل السنة، وهو يقول إحنا أهل السنة والكشميري مو سني. هم يقولون عنكم مو سنة وأنتم تقولون عنهم مو سنة. منو السنة؟ أنتم ما نعرف والله. صدق أهل السنة والجماعة، صدق جماعة، كل واحد يقول عن الثاني سني وما نعرف من السنة بيكم. يقول إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه، وتوضيح ذلك أن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ. بعد يقول: ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال إنه كذاب وإنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام، ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر، فلا حاجة إلى بناء إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها، إلى أن يقول عرض الروايات والتحريف ويبينها طبعا وحدة الكلام يعني لا ينتهي في المعنى. يتكلم هنا أخواني ويقول مثلا، تعالوا خلينا نشوف مثلا هذا القول. لحظة زين. يقول يا مثلا رجل الو انت قاطع صوتي. الو ابو حسن، يقول ابو حسن انت قاطع صوتي وعم تسرد لحالك يعني. هذا الكلام انت اللي يقرأ صوتي وعم تسرد لحالك. اخوان يقول: وقد ذكرنا ان التحريف بهذا المعنى واقع قطعا، اللي هو شنو؟ مثلا قلنا آيات قرآنية مثلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مثلا. هم يقولون كذا وكذا، هذا مثل ما يبينها. طبعا بإمكانكم إخوان مراجعة هذا الكتاب باختصار، أنا أقراها إلى أن يقول إخواني في نتيجة هذا التحقيق 40 صفحة ماذا قال؟ قال: النتيجة ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله. لا يقول به إلا من ضعف عقله. انتهت ولا ما انتهت إخواني؟ هذا بالنسبة. أما ما قاله عن الشيخ المفيد هذا اعتقادنا إخواني، وهذا ما في كتبنا، ورددنا لما قاله العلامة المجلسي بأنها أخبار أحاد لا يقطع على الله سبحانه وتعالى بصحتها، وبيناه موجود أيضا في اليوتيوب هذا الكلام إخواني، يعني بإمكانكم مراجعته. أنا نازل عنده ولا شو؟ شوفوا لي أنا عنده شو. الشيخ المفيد، بقى قول الشيخ المفيد إخواني زين، بقى قول الشيخ المفيد. الو خلص وقتك. الو ان شاء الله. الو خلص وقتك. الو هوب. الو ما يدري هو، خليه.
الو الو هذا الو، انا أوائل هون انا هون. المقالات، الو، والكلام يطول عن الشيخ المفيد ويتكلم فيه عن افتح التحقيق. هذا على الشاشة إن شاء افتح الله أخوان المسائل موجود أمامكم. السرويه. زين، لك هذا افتح كله المسائل منقول. وقد السرويه. قال جماعة من أهل الإمامة أنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين من تأويله وتفسير معانيه أنا على نازل حقيقة عنده تنزيله، وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله عز وجل. يعني التفسير والتأويل إخوان، يعني التفسير والتأويل اللي احنا نتكلم به ولا نقول عنه. شوفوا، وذلك كان ثابتا منزلا ولم يكن ممن جملة كلام الله عز وجل والذي هو القرآن المعجز. شوفوا انتبهوا اخوان، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا، لقد أوتيت هذا القرآن ومثله. نعم عندنا، زين، وعندهم أيضا هذا الحديث، إلى أن يقول قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، فسمي تأويل القرآن قرآنا. وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير بين أهل التفسير اختلاف، ما يختلفون بين أهل التفسير يعني سنة وشيعة. وعندي أن هذا القول أشبه مما قال من ادعى أن النقصان كلم من نفس القرآن على حقيقة دون التأويل وإليه أميل. والله أسأل والله واسأل الله توفيقه والصواب والكلام زين. وأما الزيادة فيما مقطوع على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه، إلى أن يقول تعالى في الصفحة اللي بعدها مباشرة يقول يدل الله عليه ويوضح لعباده عن الحق فيه. شوفوا شو يقول ولست أقطع على كون ذلك بل أميل كونه إلى عدمه وسلامة جار مجرور كونه وليس كون ذلك، كونه وسلامة القرآن كله يكتب عنه. كونه. الشيخ المفيد لا يعتقد بما قالوا بأن هذه آيات نقصت من القرآن، وقالت ناس بصحتها وناس بتضعيفها وناس قالوا أنه آيات زادت وآيات تغير مواضعها. يقول ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه. فهو يعتقد بسلامة القرآن عن كل ما يقولونه وكل ما يدعونه وكل ما يفترون به عليه هو أيضا، وكل ما يفترون به عليه أخوان. فشكرا لك أبو عمر، طبعا شكرا جزيلا الشكر لك. عم تسمعني ابو حسن؟ عم تسمعني؟ اتمنى انه كل مناظره تكون بهذا عم تسمعني؟ الو عم تسمعني؟ شويه طلعت عن حدود، شويه طلعت. عم تسمعني؟ واحده عم تسمعني؟ نعم اسمعك. طيب راح اخليك تكمل، راح اخليك ماكو تعقيب على المناظره، انتهت. ما راح اعقب على المناظره، انتهت. نعم على الكلام. نعم انتهت. نعم. هل من العدل انك تكتمني وتاخذ اكثر من 17 دقيقه اخر مداخله الى؟ لا ما غير 17 دقيقه، لكن انت تقاطع ابو عمر. لو ما تقاطع ما كتمك. انا اعطيتك، انت ليش تقاطعني وقتي؟ انا وقتي ليش تقاطعني؟ هل الكذب يجوز ابو عمر بالمناظره؟ واحده هل الكذب يجوز بالمناظره؟ لماذا كذبت امام الناس وقلت ان جعفر الصادق قال بدأ يتجاوز، يريد ينهي المناظره حتى ما يناظر ابو حسن. لا هذه صفه. الان ماكو تعقيب على المناظره، على جعفر الصادق. تعقيب على المناظره ماكو، تعقيب على المناظره ماكو. اما ما اوردته انت ابو عمر، انت اللي اوردته ابو عمر، انت اللي اوردته ابو عمر، اللي انت اوردته نهاية. ليش ما رديت مثلا؟ ليش ما رديت؟ مما نسخ وبقي حكمه. ولكن الروايه اللي اني اوردتها ما يقول ابي بن كعب بانها نسخت، ولا حتى المفسر ولا جلال الدين السيوطي ولا حتى المحقق ولا حتى ابن حزم ولا واحد من عندهم قال انها مما نسخ. وعمر بن الخطاب في البخاري، عمر بن الخطاب في البخاري ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول عمر بن الخطاب؟ لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. نعم. يعني مو منسوخة، يعني عندك مو منسوخة، عندنا منسوخة وبقي حكمها. انتهت. جعفر الصادق قال منسوخة؟ عزيزي الآن هي عندنا احنا جعفر الصادق، ليش أمام الجميع احنا نعتبرها خلص منسوخة بما أنها مو موجودة. ليش انت؟ اسمعني. ليش انت قلت انه